النهارده هنعمل مع بعض عيش التورتيه زي ما قال الكتاب بالظبط، بدقيق الذره. حكايه النسخه الاصليه. يلا بينا على طول من غير ما اطول عليكم. لو انتوا اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ونبدا في مقاديرنا. عشان نعمل عيش التورتيه بتاعنا محتاجين 3 كوبايات من الدقيق، ميكس ما بين دقيق العادي اللي هو الزيرو الفاخر والدقيق الذره. انا حاطه كوبايتين دقيق ابيض عليهم كوبايه دقيق ذره. تمام. بعد كده عندنا معلقه كبيره من الكيك شيف، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف بالشكل اللي انت شايفاه ده. وعندي نص معلقه صغيره من الملح بالشكل اللي انت شايفاه ده، ومعلقه كبيره من السكر، بس مش مليانه. وعندي كوبايه الا ربع من الحليب، كوبايه الا ربع من الحليب الدافي. هنزل بيها كده واحده واحده. بسم الله. ومعايا ربع كوبايه من الزيت النباتي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهبتدي اعجن. ومعايا حوالي نص كوبايه ميه، بس طبعا هنزل بيها بالتدريج على العجين بتاعي. هشيل المعلقه كده وابتدي اعجن حبه حبه. انا عملت ميكس ما بين الميه والحليب. انتي قادره تحطي لبن بودر وتعجني بميه او لبن كامل، فليكي حريه الاختيار. انا عملت ميكس ما بين الحليب والميه. انا عايزاها عجينه متماسكه وفي نفس الوقت طريه. انا بقيت حوالي 3 معالق من الميه كده. ابتدي اعجن. يعني تقريبا استخدمنا كوبايه وربع من الحليب او الميه. ابتدي بس انزل العجينه بتاعتي على الرخامه كده، هعجن فيها شويه. طبعا عجينه دقيق الذره بتبقى ما فيهاش جلوتين جامد، فبتلاقيها مش عامله عرق معاكي، دقيق الذره هو اللي بيخليها تفرول كده. هجيب الميه اللي باقيه معايا كده واعمل المس بس ايدي كده واعجن شويه.
هاخد العجينه بتاعتي كده بعد ما عجنت العجينه كويس كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وطبعا ما اديتهاش الربع اللي باقي كله، انا يا دوب بس لميت العجينه بمعلقتين من الميه زياده عن الكوبايه وربع. هجيب عندي كيس كده وهغطيها واحطها في مكان يعني مش محتاجه تخمير، طبعا احنا مش مستخدمين خميره، فيعني مش مستاهله ان انا احطها في مكان دافي. انا بس هسيبها تريح 10 دقايق بس عشان اعرف افرد العجينه معايا وما تلمش. عندي هنا صينيه رش عليها دقيق، وهجيب العجينه بتاعتي وهفردها كده رول كده عشان ابتدي اقطعها لكور متساويه. طبعا لو عندك ميزان بيسهل عليكي الخطوه دي. انا تقريبا كده كده حلوه قوي. انا عايزه بس اعملها متساويه، يعني ايه، قد رغيف التورتيلا تقريبا الشكل انت شايفاه ده. وهبتدي احطها في الصينيه. بسم الله. هبتدي الم العجين، كرة العجين عندي. وده شكل عيش التورتيه بعد ما قطعته. هسيبه بس يرتاح حوالي 5 دقايق كده عشان العجينه متلمش معايا وانا بفردها. تمام، احنا مش هنسيبه يخمر، احنا مش حاطين له خميره، بس حاطين له بيكنج باودر. بسم الله. ودي شكل العجينه بتاعتنا بعد ما ريحت ما شاء الله. هنجيب المردانه بتاعتنا، وعندنا الطاسه بتسخن على النار اللي هنسوي فيها، وبجيب رشه من الدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده، بس ما تكونش كتيره عشان العيش معايا ما يديش لون غامق بالشكل ده. وهجيب الكوره بتاعت العجين بتاعتنا واحط فوقها دقيق كده وافرد. بسم الله. عايزه افرده بسمك رفيع ما شاء الله. طول ما انا شغاله بس مسح الدقيق كده عشان العجينه معايا ما تلزقش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. العجينه معايا تحفه. زي ما اتفقنا الطاسه عندي بتسخن على النار. مسح الدقيق كده طول ما انا شغاله بس مش كتير. طبعا انا بحافظ على الدقيق اللي انا بحطه عشان بس ما يعملش معايا لون في التسويه، بيدي لون كده مش ظريف، عشان كده انا بحط دقيق قليل. بسم الله. لو لمت معاكي كده بترجع تتفرد تاني ما تقلقيش. هديها بس شكل الدايره. وده شكل الرغيف بتاعي بعد ما فردته بسمك
رقيق زي ما انت شايفاه كده. عندي الطاسه هطلع بيه الرغيف بتاعي على الطاسه على طول، وزي ما انت شايفه الطاسه سخنه على طول. هنزل الرغيف كده هقلبه على طول. انا مش عايزاه ياخد لون احمر، انا يدوب بس بسويه فوق وتحت كده ويدي معايا لون اصفر خفيف الشكل انت شايفاه ده. عيش التورتيه زي ما انت عارفه ما بيبقاش محمر. وده شكل الرغيف بتاعي بعد ما ابتدى ياخد اللون اللي انت شايفاه ده من تحت وفوق. هبتدي اشيله من الطاسه، وعندي محضره الطبق اللي انا هحط عليه وحاطه فيه قماش عشان الرغيف بتاعي ما ينشفش. هخلص باقي الكميه وهرجع لكم تاني. وده شكل رغيف التورتيه بعد ما فردته بسمك رقيق جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. افرده على الاخر، هطلع بيه على الطاسه على طول وهي سخنه. وده شكل الرغيف بتاعي بعد ما حطيته في الطاسه بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطاه على نار وسط وافضل اقلب فيه كده. شكل عيش التورتيه وانا بفرده، عايزه اوريكي السمك اللي انا بفرده بيه، لازم يبقى رقيق جدا بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا عشان دقيق الذره اللي فيه لو هو فردتيه بسمك سميك شويه هتلاقي الرغيف معاكي بيقطع، لكن لو فردتيه للاخر هتلاقي الرغيف معاكي بيتنى وما شاء الله تحفه. بصي كده، دي الحته اللي اتنت مني كده. افرده على اخر ما معايا ما شاء الله. على طول هحطه على الطاسه. وده شكل عيش التورتيه بعد ما عملناه. بسم الله ما شاء الله، تحفه حكايه. جربيه على طريقتي. ما تنسيناش لو عجبك الفيديو لايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.